بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، شراكم. نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. كالعادة نشارك معكم الوصفات الخفيفة الظريفة، واليوم جبت لكم وصفة الكريبوني، وصفة صيفية بامتياز وناجحة من أول تجربة. مقاديرها بسيطة: نسحقوا كاس تاع سكر ولا كيلة تاع سكر، نص كيلة تاع قارص، وكيلة تاع ما، وليكستري تاع الكريبوني كيما راكم تشوفوا. هذا ليكستري يتباع عند اللي يبيع دوزان تاع الكاطو. هذه القرعه يعمرها لكم 10000. تقولوا لي عطيني ليكستري تاع القارص الشفاف ولا ليكستري تاع الكريبوني، راه رايح يعمر لكم هذيك القرعه. لا خاطر كاين ليكستري تاع القارص يجي اللون تاعو صفر، حنا نسحقوا هذا الشفاف. هنايا نجيبوا كسرونه تاعنا، نديروا فيها هذوك المقادير اللي هما الكاس تاع السكر، نص كاس تاع القارص، والكاس تاع الماء. ليكستري مازال باش نستعملوه. نحط هذوك المقادير كامل في كسرونه ونخلطهم هكا بمغرف ولا بفوي ولا، ونحطهم فوق النار يغلو. كما راكم تشوفوا هنايا البلون دو طرافاي ماشي تاع داري، هنا راني في دارنا، وكانت الام تاعي هي اللي طلبت مني هذا الكريبوني، مالا درته لها. شوفوا انا هنايا وهي حبت تشوف الطريقه قدامها، قالت لي باش نعاود نولي نديرو وحدي. هنايا نحط هذاك الخليط تاعنا كي يبدا يغلي، نحسب له 10 دقائق يغلي ونطفي عليه، كي شغل كيما كي نوجدوا الشربات. نخلو هكا يغلي. هنايا في هذه المرحله هذاك الخليط تاعي راهو يغلي، وانا جيت زدت وجدت الماء تاعي. هنايا جبت انايا باطه. نتوما من الاحسن تجيبوا حاجه تاع حديد، الا عندكم كاش طبسي ولا هكا باسينه تاع حديد. الا ما عندكمش جيبوا هكا باطه كيما انا. راح ندير فيها 2 كيسان ونص تاع ماء. نعرفوا انه الحاجه سخونه ما نقدروش نفرغوها في البلاستيك مباشره، مالا انا سبقت درت الماء باش كي نفرغ هذاك الشربات تاعي اللي تكون سخونه ما راهيش راح تتفاعل لي مع البلاستيك، راح تكون يعني هنايا بردها لي هذا الماء انا عمرته عادي من العين، يعني ما يكون ما بارد، ولا تحبوا تستعملوا ما بارد تستعملوا ما بارد. وجيت فرغت هذا الخليط هكا كما راكم تشوفوا مباشره. ودوك انا هنايا زدت لها هذيك المغرفه تاع ليكستري تاع القارص ولا تاع الكريبوني. شتو درت مغرفه صغيره تاع قهوه تكون معمره مليح. هنايا اللي حبت تعطي لون للكريبوني تاعها، يعني اللون يكون الكريبوني تاعها بلون اصفر، تزيد هنايا تانيك مغرفه تاع ليكسخي تاع القارص اللي يكون فيه اللون الاصفر ولا معطر الاصفر بذوق الليمون. انا الام تاعي هذا واش كان عندها، شوفوا كانت عندها حاجه قليله، يعني في القرعه هذيك القرعه كامل فرغتها جاتني نص مغرف، ما طالوش هذاك اللون الاصفر هذاك هكا اصفر حامق. هنايا خلطت مليح، نغلق الباطه تاعي وندخلها للكونجيلاتور. هنايا كل وحده والمجمد تاعها، كاين هي تدي لكم من 4 سوايع حتى 6 سوايع على حسب المجمد تاعها، كاين اللي يبرد مليح كاين اللي يطول. نتوما المهم حتى تشوفوا هذاك الخليط تاعكم نشف. انا هنايا شد لي قريب 6 سوايع، انا تريسيتي راحت يعني قعدت واحد الساعه ولا على هذيك، يعني ما شد لي شويه وقت. وشوفوا كي يجمد لي كيفاش يولي. هنايا واش ندير، نروح نجيب البرا، اللي ما عندهاش برا تقدر تستعمل الاشواغ، اللي ما عندها لا اشواغ لا برا تقدر تستعمل هذاك الطاس، المهم واحد فيهم. تجو تفرغوا هذاك هكايا هذاك الخليط في هذاك الطاس ولا الاشوار وترحيو، ولا تجيبوا البرا هكا تدخلوه وترحيو. هي من الاحسن الا عندك برا استعملي البرا باش ما توسخيش بزاف الماعن، يعني غير في هذيك الباطه وراكي ترحي. نرحو هذاك الخليط تاعنا حتى كشغل يولي لنا يولي لنا شبه للصوغبي. شوفوا كامل وين كاين هذوك الحجرات تاع الكلاصه هكاك شغل هكا ترحيوهم. بعد ما نكمل نرحي، شوفوا القوام تاعو، شوفوا كيفاش ولالي. انا مازال ماهوش جامد لي مليح. هنايا نعاود نغلق الباطه تاعي وندخلها تاني المجمد عفوا، ندخلها واحد 2 سوايع، وقلت لكم كل وحده على حساب الفريجيدير تاعها. كيما شوفوا ننصحكم بلي هذه الوصفه توجدوها مع الصباح، باش هذاك الكريبوني تاعكم الا وجدتوها الصباح هكا بكري، يعني في وقت لاسيست يكون واجد، والا وجدتوها مثلا مع الحشيه ولا باش في الليل تاني يكون واجد. كي يجمد لنا هذوك 2 سوايع، شوفوا نجبدوه ونعاودوا نضربوه بالبرا. شوفوا كيفاش، شوفوا القوام تاعو كيفاش راهو كيما لا كريم كريبوني. هنايا اللي حب الكريبوني تاعو يجي اللون تاعو هذاك البياض الناصع كيما اللي نشرو، شتو يجي هكا ناصع، ديروا مغرفه ولا 2 شانتيي وهنايا ضربوها، يعني ولا هكا خدموها بالبرا كي راكم هكا ترحيو فيه، وهذيك الشانتيي راهي تدخل فيه.
هنايا تشوفوا كيفاش هنا واجد، نجيو نقدموه مباشرة. هنا تحبوا تعمروه يعني تعمروه في لي فيغين، ولا شوفوا هنايا كيما أنا كانوا الدراري ولاد خياتي وكامل، عمرت لهم هكا في هذو الباطاط وطيت لهم. كيما نتوما ثاني تقدروا تعمروا فيهم وتغطوهم بابي فيل وتدخلوهم للفريجيدير وبعد تجبدوا بالواحد وتمدوا. نتمنى أن الوصفة نالت إعجابكم وإلى الملتقى.